ما هي الأشعة السينية chest X-ray للصدر؟ هو واحد من الفحوصات أو الاختبارات الإشعاعية الذي يتم فيها التصوير باستخدام الأشعة السينية من أجل فحص الأعضاء الموجودة في الصدر. ممكن أن يساعد الأطباء والعاملين في المجال الصحي على معرفة مدى كافة عمل الرئتين بالإضافة إلى القلب، فيمكن بعض الأمراض تعمل على تغيرات في بنية الرئتين ملاحظتها بالأشعة السينية على الصدر. فالأشعة السينية للصدر تعتبر من الأكثر الأنواع شيوعا من الاختبارات والفحوصات الإشعاعية. غالبا ما تكون الأشعة السينية على الصدر من بين الإجراءات الأولى التي يجربها الأطباء في حالة الاشتباه في أمراض القلب أو الرئة. ويمكن استخدام الأشعة السينية على الصدر لعملية التحقق لمدى استجابة العلاج من قبل المريض. الأشعة السينية على الصدر يتم عملية استخدامها في معرفة حالات الرئتين، ومن خلال الشيست إكس راي والأشعة السينية للصدر اكتشاف أي كانسر، سرطان أو انفكشن، عدوى أو أي تجمع للهواء في المساحة المحيطة في الرئتين. هذه التجمعات قد تؤدي إلى حدوث انهيار للرئة، فممكن متابعة الحالات المزمنة وأيضا مشاكل أو اضطرابات الرئة المرتبطة بالقلب. ممكن أن تظهر الأشعة السينية على الصدر ويحدث تغيرات أو مشاكل في الرئتين واضطرابات القلب. على سبيل المثال قد يكون هناك احتقانات وتجمع سوائل في الرئتين، ولذلك عملية تقيم الأوعية الدموية من خلال الخطوط العريضة القريبة من القلب، واكتشاف وجود أي تمدد أوعية دموية أو مشاكل الأوعية الدموية الأخرى لذلك أو الموجودة في الرئتين أو القلب في التشوهات الخليقية. لذلك سنبدأ في كيفية التعرف في استخدام الأشعة السينية تشيست إكس راي على الصدر في معرفة وتخصصات الأمراض الخاصة في الجهاز التنفسي.